ولمزيد من المتابعة حول مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بينضم لنا من برشلونة الصحفي الرياضي مصطفى السلوم. صباح الخير أستاذ مصطفى. طبعا مباراة قوية منتظرة تجمع الأهلي المصري والوداد المغربي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. ما تعليقك على مباراة اليوم وما هي فرص الفريقين في حصد اللقب الإفريقي؟ صباح الخير من برشلونة. في الحقيقة النهائي هو فرصة كبيرة للجماهير العربية لمشاهدة أقوى فريقين في إفريقيا حاليا، هما الأهلي والوداد. مباراة الذهاب طبعا كما نعلم انتهت لصالح الأهلي بهدفين لهدف مقابل، مما يعطي أفضلية للوداد البيضاوي باعتباره على أرضه وبين جماهيره. وبالنسبة للأهلي بالتأكيد ذهابه إلى المغرب بنتيجة الفوز أيضا تعطيه الحماسة ولاستمرار المنافسة على اللقب الذي ضاع منه في العام الفائت. وبالتأكيد هناك فرق بين العام الفائت بحيث أنها كانت مباراة واحدة، ولكن الآن ذاهب الأهلي بنتيجة الفوز ولتعزيز رصيده من ألقاب القارة الإفريقية بال11، أو سيذهب اللقب إلى الوداد ونعتبره أو سيكون اللقب الرابع للوداد. بالتأكيد كلا الفريقين لديها الفرصة، كلا الفريقين لديه بالتأكيد تحضيرات كبيرة، وخصوصا الأهلي عودة الحارس محمد الشناوي ستكون لها تعزيز إيجابي للفريق الأهلي. وأيضا الكفة الثانية على الناحية الثانية الوداد على أرضه وبين جماهيره، مما يكون أقرب فرصة لديه لتحقيق اللقب باعتباره أنه أحرز هدفا في مباراة الذهاب في القاهرة. سيد مصطفى، بعد التحية، برغم أن الأهلي قد تكون الانتصار وتحقيق رقم تاريخي في البطولة، لكن آخر مواجهتين مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا فاز الوداد. فكيف تؤثر نتيجة مباراة الأهلي وتفوق الأهلي المصري بهدفين على هدفين لهدف على نتيجة مباراة اليوم، وما قد يكون تأثير أرض المغرب واستاد محمد الخامس على معنويات الفريق المغربي؟ صحيح. في الحقيقة أن مباراة الذهاب كانت فرصة جيدة للأهلي لإثبات نفسه كالنادي القوي، النادي الذي يمتلك الخبرة في أفريقيا، وحقق المطلوب وهو الفوز. لكن هدف الذهاب الذي أحرزه الوداد ممكن يؤثر بشكل كبير باعتبار أن الجماهير ستحتشد بقوة في الجحيم كما يسمونه في المغرب. ستكون بالطبع مباراة قوية جدا. الوداد سيبحث عن هدف في بداية الشوط الأول، مما سيزعزع من دفاعات وأيضا يؤثر على نفسية اللاعبين لاعبي الأهلي. سيندفع بالتأكيد الوداد لإحراز هذا الهدف. الأهلي مطالب بالحفاظ على النتيجة، الحفاظ على نظافة شباكه في الشوط الأول، ومحاولة تسجيل أو اتباع نفس، إذا أتم نظافة شباكه في الشوط الأول، اتباع نفس العقلية أو نفس الخطط للاتجاه إلى التعادل السلبي، وهذا ما يبحث عنه بالتأكيد الأهلي. أما الوداد سيضغط منذ بداية الدقيقة الأولى لإحراز هدف باعتبار أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، وسيكون بالتأكيد لديها الكفة الراجحة لأن الجماهير ستؤثر على أداء الفريق وسيكون حماسيا أكثر بالنسبة للنادي الأهلي. نعم. طيب، من برأيك من اللاعبين سيلمع نجمه في كل فريق، ومن هو اللي قادر على صنع الفارق الليلة؟ نعم، باعتبار أن الوداد سيلعب على أرضه بين جماهيره، بالتأكيد سيكون لديه الخط الثلاثي الأمامي باعتبار أنه يلعب ب4-3-3، وهذه دائما تشكيلة التي يعتمد عليها الوداد. محمد ونجم على الجهة اليمنى، وجونيور سامبو الذي يشغل رأس الحربة في نادي الوداد، وزهير المترجي على الجهة اليسرى. بالتأكيد سيكون هناك أيضا الوداد متمرس جدا بالكرات العرضية من الكرات الثابتة، ولديه قوة كبيرة في هذا الجانب. يحيى عطية الله كما رأيناه مع المنتخب المغربي وأداؤه في مباراة الذهاب والعرضيات الكثيرة التي يصنعها. على الجانب الآخر الأهلي كما نعلم أن لديه تشكيلة أيضا قوية لا بأس بها.
حسن الشحات على الجهة اليسرى وتاو على الجهة اليمنى، وكهرباء الذي هو رأس الحربة الذي سيعتمد عليه الأهلي في هذا اللقاء لاقتناص أي هدف بأي وقت من أوقات المباراة. وبالتأكيد هناك أيضا لا ننسى حمدي ومعلول وديانج، هما أيضا سيكونان دافع قوي لتشكيلة النادي الأهلي. ولا ننسى بالطبع محمد الشناوي الذي عاد وسيكون دافعه إيجابي لفريق الأهلي. أخيرا مصطفى، الأهلي كان عنده مشكلة في ماتش الذهاب مع الكرة التي أعاقها أحد لاعبي الفريق الوداد بيده، ولم يتخذ الحكم إجراء ضد اللاعب بشكل كما تقول القواعد. لكن الأهلي أيضا له اعتراضات على حكم الليلة، اعتراضات كبيرة. فكيف ترى توقعك لنتيجة المباراة ومن الأقرب لحصد اللقب في إطار هذه الاعتراضات على حكم الليلة؟ نعم، في الحقيقة أن الحكم الإثيوبي تيسيما لديه الآن المباراة الأخيرة رسميا، وهذا الحكم أدار نهائيين في دوري أبطال إفريقيا، وكان أحد طرفهما الأهلي، ولم ينجح الأهلي في حصد اللقب. الحكام للأسف في إفريقيا عليهم إشارات استفهام كبيرة، يعني بوجود الفار وبوجود التقنيات الحديثة لا زال هناك أخطاء كارثية تؤثر على نتائج المباريات، كما حصل في عدة مباريات لتصفيات كأس العالم. واليوم الحكم كما هو حصل في المرة السابقة على الحكم الليبي للأسف، كان هناك اعتراضات كثيرة من لاعبي الأهلي والنادي الأهلي لهذه الأخطاء. كما لاحظنا هناك أخطاء واضحة جدا، نتمنى أن لا تكون تعاد هذه الأخطاء في المباراة، لأن الأخطاء التحكيمية في الحقيقة تؤثر على أداء الفريقين، ونحن كمشاهدي كرة قدم نريد أن نستمتع بوجبة دسمة كما يقال، بوجبة كروية دسمة. فنتمنى أن تكون المباراة تذهب من دون أي مشاكل ومن دون أي أخطاء تحكيمية، وبالتأكيد نتمنى التوفيق للفريقين باعتبارهما فريقين عربيين وفرجة ممتعة للجميع. شكرا لك الصحفي الرياضي مصطفى السلوم، كنت معنا من برشلونة.